السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هدف نادي الترجي التونسي ضد بيراميدز المصري في دوري ابطال افريقيا لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا ان بداية الهدف الكرة من ناحية اليمين مع لاعب الترجي، وهنا ما زال يستلم الكرة ثم يلعب كرة أمامية، وهنا يوسف البلايلي اللاعب الجزائري ينطلق لاستلام الكرة، وهنا بيحاول اللاعب بيراميدز أو مدافع بيراميدز أن يلحق الكرة قبل يوسف البلايلي، ولكن هنلاحظ هنا إن يوسف البلايلي أسرع من مدافع نادي بيراميدز، والذي يسدد الكرة على يسار حارس مرمى فريق بيراميدز، محرزا الهدف الأول لنادي الترجي في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا لحظة انطلاق لاعب الترجي من ناحية اليمين بالكرة، ما يزال ينطلق، وهنا الكرة الأمامية الرائعة، وهنا مدافع بيراميدز بيحاول يستخلص الكرة قبله، ولكن يوسف بلاي كان أسرع، والذي يحول الكرة على يسار حارس مرمى بيراميدز، محرزا هدف التقدم لنادي الترجي في هذه المباراة. والجدير بالذكر بأن هذه المباراة انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف في دوري أبطال أفريقيا لعام 2024-2025. في النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.